السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عجينه ديال الكيش اللي كيكونوا ناجحين وساهلين، وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. الى عجبكم الفيديو اخواتي ما تنسونيش من الدعم ديالكم، اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه ديالنا. بالنسبه اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه كنحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي نديرها في الماء يكون دافي، غادي ناخذ غير نص كاس ديال الماء ندير فيه ديك السنيده، وغادي نزيد عليهم 4 معالق صغيره ديال الخميره حبيبات. غادي نخلطهم مزيان وغادي نخليهم على جنب حتى كتذوب لي ديك الخميره. غادي نزيد عليهم 4 معالق صغيره ديال الملحه، 4 معالق صغيره ديال خميره الحلويات، وغادي نزيد عليهم 2 معالق كبار ديال الزيت، وكنزيدوا معلقه كبيره ديال الخل. انا راه نسيت ما درتهاش، يمكن لكم انكم تضيفوا معلقه ديال الخل. صافي هنايا غادي ناخذ هذيك الخميره اللي درت في الاول في الماء دافي، غادي نبدا نعجن بهم. صافي هنايا غادي نخلط العجينه ديالي، وإلا خاصني مازال الماء راه غادي نزيدو. انا درت غير نص في الاول، غير نص كاس ديال الماء، حتى نشوف الا باقي خاصني الماء راه غادي نزيدو. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجينه غادي ندلكها شويه. المهم العجينه كتكون متماسكه شويه في راسها، ما تكونش يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه. غادي ندلكها شويه وغادي نحربلها على الشكل هكا، وغادي نقطعها على 10 ديال القطع هكا، حيت عندي هنايا 10 ديال الليمون اللي عندي. غادي تخرج ليا 10 ديال الليمون، وغادي تشط ليا شويه ديال العجينه. هنايا غادي نشكل منهم كرات صغيره وغادي نحطها على جنب باش يعني يلا ترتاح ليا العجينه شويه. ومن بعد غادي ندوز على هاد الدلاك هكا باش تجيني ساهله في الدليك. ومن بعد غادي ناخذ الليمون، غادي ندهنهم. اول حاجه غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، غير شويه ما تكثروش الزيت. المهم راه كديروا غير شويه وصافي، وغادي تدوزوا عليهم كاملين. واحد الشيء راه غادي تدوز لكم كاملين على الليمون ديالكم، يعني ما تكثروش الزيت بزاف. المهم كدهنوهم على شكل هكا. هنايا غادي ناخذ العجينه، غادي نبدا نرشب الدقيق، وغادي نبدا ندوز عليها بالدلاك على هذا الشكل هكا. المهم العجينه كتحاولوا ترقوها شويه هكا حيت فيها الخميره، ويقدر غادي تضاعف لكم الحجم ديالها ملي ديروها في الفران. يعني غادي تجيكم عاوتاني غليظه بزاف الا ما رققتوش العجينه. من الاحسن انكم ديروا العجينه تكون رقيقه شويه، وكنديروها على المول ديالنا بحال هكا. صافي كنضغطوا عليها مزيان في الجناب ديال المول. كنحيدوا ديك العجينه الزايده كنحيدوها. كنبقاو مستمرين على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الليمون اللي عندنا. انا عندي غير 10. هاد العجينه هذه راه تخرج لكم اكثر من 10 ديال الليمون، انا درت غير 10 صافي. بالنسبه لهاد العجينه هذه هي اللي شاط ليا من هذاك الزائد اللي حيدت. هاد العجينه هذه يمكن لكم انكم تعاودوا تجمعوها وتخلوها في بلاستيك حتى كترتاح مزيان، وتعاودوا تورقوها وتشكلوا منها ليمون اخرين. انا راه عطاتني 10 وشاط ليا هذيك الكميه هذيك.
هنايا غادي نعاود ندوز عليهم كاملين باش ما تهبطش ليا ديك العجينه. من بعد غادي نتقبهم بالفرشيط على هذا الشكل هكا باش ما يتنفخوش ليا في الفران. صافي هنايا غادي نستفهم في اللاطه. غادي نديرهم في الفران. الفران يكون سخون من قبل، يعني كنشعلو غير من التحت. انا عندي غير الفران ديال الغاز، كنشعلو من التحت حتى كيسخن وكندخلهم الفران، نسد عليهم حتى كيتشمعوا غير شويه وكنخرجهم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كيتشمعوا لينا في الفران. من بعد ما خليتهم حتى بردوا، دابا غادي نحيدهم. كيف ما كتشوفوا راه ما كيلصقوش، يعني كيتحيدوا بكل سهوله، كيكونوا ساهلين، يعني ما كيلصقوا، ما كيبقى لهم والو. بالنسبه للاحتفاظ بهاد لي كيش هادو، يمكن لكم انكم ديروهم في الثلاجه، ديروهم في البلاستيك وتسدوا عليهم مزيان، ديروهم في الثلاجه لمده اسبوع. اما بالنسبه للمجمد راه كديرهم في المجمد كيبقاو معكم مده طويله. هذا هو الفيديو ديالي اليوم اخواتي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش من لايك، اشتراك في القناه. شكرا على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.